وأخطر التشدد ما كان باسم المقدسات، لا شك، لأنه هذا تذبحوا باسم المقدس وهو أخطر شيء. ممكن تذبحوا باسم الإجرام فكات له حاجة، أما يذبح باسم الدين فهذا أمر خطير. ثم السؤال، ليش هؤلاء ما كانوش موجودين قبل هذا؟ ليش توجدوا الآن؟ ليش توجدوا في العشرة وال 15 سنة؟ توجدوا لأنه هذه دولة اللي عملته، هذه ثمرة دولة الاستقلال في تونس. ثورة الاستقلال جففت الينابيع في تونس. تونس كانت مركز من مراكز الحضارة الإسلامية تصدر الدين. أنا مرة كنت في نيجيريا 89 في مؤتمر جمع مشايخ من جميع أطراف نيجيريا. أنا كنت جالس على المنصة، شفت الرؤوس كلها حمراء، فقلت هذه الشاشية التونسية. ولكن اختار بالي، قلت نحن كنا نصدر الشاشية واللي تحتها، أما الآن ولا نصدر الشاشية وما عادش نصدر الفكر. نحن كنا مركز مراكز الحضارة الإسلامية. ليش أغلقنا جامع الزيتونة وأصبحت تونس أرضا منخفضة تأتيها المذاهب كلها؟ أتتنا مذاهب سلفية وأتتنا حتى الشيعة الآن كلها، لأنه نحن أصبحنا أرض منخفضة. وقت اللي كان عندنا جامع الزيتونة عندنا تدين بتاعنا المالكي والحنفي والأشعري، ما كناش أرض منخفضة، ما كناش محتاجين لتوريد الدين. لكن الآن ولنا أرض منخفضة. وعندما ضربت النهضة وجدت هذه التيارات من خلال الفضائيات والإنترنت ومن خلال نماذج التشدد. ولكن أنا مطمئن سي بن مراد أن تونس هذه بلاد دخلتها مذاهب وحضارات كثيرة ولكن هضمتها. أنا مطمئن إلى أن التدين التونسي هو الذي سيبقى، لأن التدين المالكي في البلاد هذه مش الدولة اللي حفظته، المجتمع التونسي هو الذي حفظ هذا التدين لأنه منسجم معه. ولذلك نحن أنفسنا وقت البداية بدأنا بقدر من التشدد رد فعل على التشدد العلماني البورقيبي، لكن في النهاية المجتمع التونسي استردنا ووصلنا معه إلى مناطق وسطى.